الامهات اللي بتسال هو انا ليه عيالي مش بيجي يحكوا لي على مشاكلهم، انا بجد مش هيبقى عندي مشكله وهتفهم، بغض النظر عن علامه الشبشب ال 45 متعلمه في وش اخوك كبير، ولا ال 300 اصحابها اللي حضرتك خسرتهم لها، ولا ان حياتها كلها بالاكل والشرب ومتوقفه على ان الدولاب متروق ولا لا. بجد احنا هنحل المشكله لما تقولي عليها. حضرتك انت ما عرفتيش تحلي مساله الماث امبارح وبقى شكلنا يعني نيله. حاجات احنا اللي بنعملهم واحنا السبب فيها، عشان كده العيال مش بيحكوا لنا على المشاكل. اولهم واعظمهم الحب المشروط. يعني لو انت كويسه، بتاكلي كويس، بتسمعي الكلام، انا بحبك، تعمليش الحاجات دي، فانت مش بنتي اصلا، هدوس عليكي، هفعصك كده اهو. ففي فرق ما بين الثواب والعقاب، وان بابا وماما بيحبوني ايا كان في الحالتين، وفي فرق ان انا بابا بيحبني بس لما بذاكر كويس. تاني حاجه النقد المستمر. انتوا فاكرينه طبعا هو نقد بناء. هو انت بتحتفل بايه؟ مش فاهم. النقد بيحتفل بالنقد. ايا كان النقد اللي انك فاكره انه هيحسن ابنك، ستيل النقد المستمر بيقلل من شخصيته، وبيحس ان انا كده كده انت بتنتقدني في كل حاجه، فايه اللي هيخليني اجي احكي لك عن حياتي. ثالث حاجه والاخيره كلمه الموضوع مش مستاهل، اللي بتتقال للعيال 24 ساعه، خليه يقتنع ان هو اصلا كشخص تافه ومشاكله كلها تافهه. فحضرتك عايز تعرفيها ليه يعني؟